في خبر عاجل: حريق مهول بقصر المؤتمرات بمراكش قبل احتضانه تظاهرة دولية. شب حريق كبير مساء اليوم الخميس داخل قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووفاة شخصين آخرين، وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات اللازمة. ووفق المعطيات الأولية فإن الحريق اندلع بعد صعود عدد من المستخدمين إلى المصعد، وهم يحملون مواد قابلة للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران. وسرعان ما تدخلت عناصر الوقاية المدنية مدعومة بالسلطات المحلية للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي مرافق القصر. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم انتشال الضحايا بصعوبة بالغة. ويأتي هذا الحادث في وقت يستعد فيه قصر المؤتمرات لاحتضان تظاهرة الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المقرر عقده ما بين 18 و 20 فبراير الجاري بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، مما يطرح تساؤلات حول إجراءات السلامة المعتمدة داخل المنشأة ومدى تأثير الحادث على الاستعدادات لهذه الفعاليات، خصوصا وأن قصر المؤتمرات بمدينة مراكش يشهد مجموعة من الفعاليات الدولية.